معرفة الخلاف الفقهي والاستدلال بالنصوص على المسائل الفقهية ونحو ذلك. لكن محل الاجتهاد نظر في النصوص، هذا هو الواجب على المجتهدين. أما هذه الكتب فهي طرائق للتعلم والدراسة. ومن هنا فإن الفقهاء الذين عرفوا الفقه حقيقة هم الذين يستخرجون الأحكام من الأدلة. أما الذي يحفظ كتب الفروع وكتب المذاهب الفقهية هذا ليس بفقيه، يسمى فروعي، يسمى فروعي. الفقيه من هو؟ الذي يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة، هذا الفقيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يتفقهوا في الدين يكون عندهم أهلية لاستخراج الأحكام من الأدلة، وليس المراد به معرفة كتب الفقهاء. ومن هذا المنطلق لا زال علماء الإسلام يذمون التعصب المذهبي. التعصب المذهبي في الفقه له صور، أبرزها 3 صور. الصورة الأولى تقديم أقوال الفقهاء على النصوص،